السلام عليكم. من بين الحوايج اللي غتلقاوني دائما كنوجدهم معكم قبل رمضان هو الخميره البلديه باش تندور بها الحريره، لان كتجي واحد الحريره اللي هي صحيه وبنينه. هنايا عندي كميه ديال القمح كنعجنو بالماء دافي. من بعد ما كنعجنو عجينه عاديه ما كنديروا لا ملح لا حتى حاجه، صافي غير الماء والطحين. وهنايا درت واحد جوج تمرات اللي حيدت ليهم العظام ديالهم وكنخلطهم مع ديك العجينه، وكنديروا هاد العجينه هادي في القرعه كنسدو عليها وكنخليها حتى الغد ليه. وضروري كنديروا واحد العلامه باش كنتاكدوا ان الخميره ديالنا يعني كتفاعل غاديه وكتطلع. صافي هنا من بعد ما سديت عليها كما قلت لكم غادي ندير واحد العلامه هكا بالقلم باش نتاكد ان الخميره الغد ليه تفاعلت. هنايا اليوم الثاني كما شفتوا الخميره راها طلعت من داك الخط اللي درنا في اليوم الاول. غادي نخلط شويه ديال الطحين كما شفتوا مع الماء دافي، كنأكد على الماء ضروري يكون دافي، غير دافي ماشي سخون. صافي كنخلط واحد شويه د العجينه وغادي نضيفو في هذيك القرعه اللي فيها الخميره من قبل كما شفتوا راها خامره. صافي كنضيفو عليها وكنسد عليها عاوتاني وندير العلامه الثانيه. كنبقاو على هذه الطريقه يا اما يومين ولا 3 ايام حتى كنتاكدوا ان الخميره ديالنا طلعت مزيان. داك الساعات ممكن انكم تعجنوا بها او لا ديروا بها كما قلت لكم تدوروا بها الحريره. صراحه انا دائما كنوجدها قبل رمضان. بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال المعده او الحموضه ثقوا بيا، راه عرفتوا راه تشربوا قد اللي شربتوا في الحريره ما كتحسوا لا بحموضه لا بحتى حاجه. واكثر من هذا الشيء انها كتجي بنينه. ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.